أو الإسلامي الأمازيغي في شمال أفريقيا. نعم. نعم. كمان يعني بعدما دخلوا الإسلام مثلا هاي أندلس، الفتح الأندلس شيء مهم جدا بالنسبة نعم. للإسلام. للإسلام. هل ممكن تبحثون كمان عن هاي الأمور؟ يعني نحن مثلا طبعا الأمازيغية أو كما نعرف أو يعرفون الأتراك أو دول أوروبا البربرية، ما عندنا كثير معلومة مثل ما نعرف العرب أو مثل ما نعرف في كثير الأقوام في شمال أفريقيا أو كمان المناطق الأخرى. لماذا هكذا؟ يعني لماذا في كثير دول من العالم لا يعرفون تاريخ الأمازيغية والشيء هذا؟ ما سبب هذا؟ كيف تقيمون هذا؟ حقيقة هذه قضية عصرية. أعطيك أمثلة. في عصرنا هذا لا نعرف الكثير عن الأمازيغية، ولكن مثلا الإسبانيون يعرفون من هم الأمازيغ، طبعا لأنه قريب فقط يعني قرب، لا ليس قريب فقط، ولكن عبر التاريخ يعرفون من هم. لماذا؟ نحن مثلا يفرقون بيننا وبين العرب، يسموننا المور، الموريسكيون أو إلى آخره. لو ذهبت أنت إلى إيطاليا في جنوب إيطاليا يعرفون من البربر ويعرفون من العرب. حتى في الدولة العثمانية عندما نقرأ الوثائق ما قبل القرن التاسع عشر يقولون طرابلس الغرب بربري، لا يقولون طرابلس البربرية أو فاس لا البربرية، يقول الأمازيغية. نعم، يعني لأن هذا الاسم يعرفونه يعني عبر التاريخ، فدخلوهم عبر الإسلام إلى آخره، دخل هذا الاسم أكثر من غيره. الأمازيغ حقيقة نعرفه نحن فيما بيننا، نعرف هذا الاسم فيما بيننا أكثر مما يعرفه الآخر عنا. هناك شعوب كثيرة حول العالم على فكرة، يعني ممن تعرف بأسماء وعندها في حد ذاتها أسماء أخرى يعني. مثل والله يعني الآن لا يستحضرني بعض الأسماء، ربما من خلال الحديث يستحضرني بعض الأسماء وأقولها لكم. مثلا نحن نقول البوسنيون مثلا. بوسنيون. البوسنة في بلادنا هم يسمون أنفسهم أظن البوشناك أو كذا، هو بوشناك. قريبة يعني في قريبة. اللفظ، ولكن هناك شعوب أخرى ربما أتذكر وأذكر لكم يعني أمثلة على ذلك. عودة لماذا لا يعرف الأتراك هذا حديثا لا يعرفون، ولكن الأتراك القدامى يفرقون بين الاثنين. وجدنا بعض الوثائق لمراد آغا، وهو القرن يعني السابع عشر أو السادس عشر حتى، يفرق في الكتابات ما بين الاثنين، ما بين الشعبين. يعني مثلا حروب المقاومة التي حصلت ضد الأتراك في البداية كانت من ضمنها لما تكون عند البربر يسمونهم بأسمائهم، ولما تكون عند العرب يسمونها بأسمائهم. فهم يفرقون بين الاثنين لأن بحكم الاحتكاك. ولكن انظر الفاصل ما بيننا وبين تركيا كبير جدا، ولهذا يعني من الصعب. الشيء الآخر، هناك إشكالية حقيقة حقوقية في شمال إفريقيا. أقصد بذلك أن الدول المعاصرة التي جاءت ما بعد الاستقلال، دول ما بعد الاستقلال في الجزائر والمغرب وتونس وليبيا، اضطهدت أو لم تعطي أهمية للسكان الأصليين لهذه المناطق. يعني مثلا المقاومون في المغرب الأقصى مثلا للاستعمار الفرنسي كان أكثرهم من الأمازيغ، بينما كانت حكومة فاس متعاونة مع الفرنسيين، وعندما خرج الفرنسيون أعطوهم المفاتيح وتم اضطهاد الأمازيغ. مثلا أنت تعرف عبد الكريم الخطابي أكيد. نعم. هو أمازيغي وقائد أول جمهورية في وكمان ابن خلدون، ابن رشد كما قلت يعني. لا من بعد نتكلم عن هؤلاء. نعم. يعني مثلا في ليبيا يوجد عمر المختار وهو مقاوم ليبي كبير. عمر المختار كمان؟ لا ليس أمازيغي، هو من القسم العربي في ليبيا وهو القسم الشرقي، وهو يعني قائد نفتخر به كل المسلمين ليس فقط الليبيون، يعني قائد لكل المسلمين. ويوجد في القسم الشرقي في الغربي في ليبيا قائد آخر مؤسس أول جمهورية في العالم الإسلامي، اسمه سليمان باشا الباروني، وهو السبب الذي أتيت هنا. يعني أنا أقوم الآن ببحث عندي كتاب له أحققه، وجئت هنا من ضمن الأشياء التي أقوم بها البحث عن وثائق عن هذا الشخص. يعني هل ممكن تبحثون كمان من هاي الشخص يعني؟ كيف؟ ممكن تبحثون كمان من هاي الشخص من خلاله تبحثون يعني. أنا أي يعني من هو وماذا فعل للأمازيغ إلى آخره. لا هو حقيقة معروف هذا الشخص بالنسبة للليبيين، ولكن عندنا جميع الوثائق باللغة العربية. عندنا وثائق من إيطاليا ومن ألمانيا ومن غيرها، جمعتها كلها. بقيت لي وثائق العثمانية، التواصلات بينه وبين الدولة العثمانية. مثلا من الطرائف التي وجدت اليوم في مكتبة عثمان لأرشيفي في سليمانية. في السليمان، لا ليست في السليمانية، لا عثمان لأرشيفي في وزارة الخارجية التركية. وزارة الخارجية. في وزارة الخارجية. السليمانية فقط المخطوطات وليست الوثائق. وجدت له مراسلات عن تأسيسه لأول مجلة اسمها مجلة الأسد الإسلامي، وكانت تنطلق من القاهرة
وكان يوزعها في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وجدت يعني نسخة منها مهداة إلى السلطان عبد الحميد. فهو كانت له علاقة كبيرة ما بينه وبين السلاطين العثمانيين وكذا. ومات بالمنفى على فكرة، يعني هو مات في الهند منفيا، وكان مستشارا لدولة عمان، وكان يعني إنسان كبير حقيقة في العلم وفي الجهاد، ومعروف في العالم الإسلامي. كان من أقران محمد رشيد رضا وأقران محمد عبده والكواكبي وغيره، يعني هذا من أقران العلماء في ذاك الوقت، ومن الدعاة الأوائل للتقريب بين المذاهب الإسلامية ولتكوين الجامعة الإسلامية. هذه شخصية فذة حقيقة. الدولة الليبية طمست هذا الشخص، لا تسمح بتدريس اسمه وتدريس معلومات عنه وكذا وكذا وكذا. فنحن مهمتنا الآن أجيال تعلمت وقرأت عن مذهبنا وتاريخنا ومنطقتنا أن نعرف بهذه الشخصيات التي قدمت للعالم الإسلامي. عودة إلى سبب مجيئي هنا إلى إسطنبول، كما ذكرت البحث عن الوثائق، ووجدنا وثائق كثيرة. نحن عندنا موقع على الإنترنت يهتم بمثل هذه الأشياء، اسمه موقع توالت. توالت طبعا لكي أشرح لك، هي باللغة الأمازيغية تعني الكلمة. عندنا مثل باللغة الأمازيغية يقول: كما أن الشجرة الكبيرة تبدأ بحبة، فكذلك المعرفة تبدأ بكلمة، فسمينا الموقع كلمة. والكلمة كذلك أسلوب حضاري للتواصل بين الناس. فنحن يعني لا نسعى إلى قهر أي إنسان آخر، ولا نسعى إلى فرض أنفسنا على أي شخص آخر. نحن نريد أن يعني ثقافتنا تخرج، ثقافتنا تعلم لأبنائنا وللأجيال القادمة، تكون معلومة وتكون معروفة كذلك. يعني مثلا في ليبيا تعلم اللغات مثل الهوسة. نحن لا يوجد لدينا أي أحد يتكلم الهوسة في ليبيا. تتعلم العبرية في ليبيا، بينما لغتنا ممنوعة من التعليم. في كثير مشاكل مع مع الدولة الليبية. نعم. بينما في الجزائر وفي المغرب تعلم اللغة الأمازيغية الآن وبصورة رسمية في الدولة. يعني في المغرب أكثر، يعني في الجزائر أبدا عندهم إذاعة وعندهم تلفزيون وعندهم كل شيء يعني. فلا توجد هذه الإشكالية. في ليبيا نحن ما زال لدينا تعنت من قبل الدولة. هناك بعض المبادرات هنا وهناك، الدولة تحاول أن هي يعني تفتح الباب، ولكن القوى الظلامية التي حكمت الدولة 40 سنة ما زالت يعني تضغط. ولهذا نحن اضطررنا، هو مكانها الرسمي جمعيتنا مفروض تكون داخل ليبيا، ولكن لأننا ممنوعون قمنا بفتح هذه الجمعية في كاليفورنيا في أمريكا، ونشتغل من هناك. يعني ننشر الوثائق والكتب، والآن بصدد وضع موسوعة عن ثقافتنا. نشرنا كتبنا ممنوعة في ليبيا. يعني كتاب يعلم النحو الأمازيغي ممنوع في ليبيا، كتاب يعلم مثلا تاريخ أجدادنا ممنوع في ليبيا. تصور نحن لا نتكلم عن السياسة أبدا، والدم لا تمنعنا في هذا الباب. فتصور يعني كم هذا عدد القهر. سكان أمازيغيون في ليبيا؟ عدد سكان ليبيا ليس كثير، عدد سكان ليبيا 6 مليون تقريبا. وإذا يعني لا أمازيغيون. نعم عدد سكان 6 مليون. فلو قلنا أن يعني في أقصى حد عدد الأمازيغ في ليبيا المتحدثين، هناك فرق ما بين الأمازيغ والمتحدثين بالأمازيغية. المتحدثين بالأمازيغية ربما يصلون إلى من 5 إلى 10%. لو قلنا شططا أنهم 10%، فيعني لا يزيدون عن 600,000 في ليبيا. 600,000 نعم. كثير كمان يعني ليس. لا عدد كبير طبعا، أكيد. ولكن أقول لك يعني بالنسبة لإخواننا في الجزائر وفي المغرب مثلا 80% يتحدثون الأمازيغية 80% من 30 مليون، يعني بالملايين. فقط لغتهم اللغة العربية ليس الأمازيغية، اللغة الرسمية في الدولة الرسمية. العربية، ولكن ستكون الأمازيغية بإذن الله لغة رسمية، ستؤول إلى ذلك كذلك قريبا، لأن المطالبات يعني لا يضيع حق وراءه مطالب كما يقولون في العربية. فعودة إلى ليبيا، نفرق نحن ما بين الأمازيغ الذي يتحدث الأمازيغية والأمازيغي الذي فقد لغته. نقول أمازيغي اللسان وأمازيغي فقد لسانه، ونقول عربي اللسان حتى لا نخلط بين الأشياء. يعني نحن نعتقد أن أغلب الليبيين هم أصلهم أمازيغي، وتعربوا عبر التاريخ بسبب يعني الإسلام أو اللغة العربية والقرآن وإلى آخره، فتعربوا. بقي جزء كبير منهم لا يتحدث اللغة الأمازيغية. يعني ما هي المشكلات التي تعرفون الأمازيغيون في ليبيا منذ فترة ما جاءت قذافي إلى ليبيا، يعني نعم. منذ ما حكم قذافي؟ نعم. الحقيقة في ليبيا ما هي حقيقة السبب أصلا يعني. نعم. في حقيقة الأمر
لا توجد هناك مشكلة ما بين الشعب الليبي. يعني الليبيون يتعايشون، تجد قرية أمازيغية بجنبها قرية تتحدث العربية. مثل الأتراك